يوميات عصابة التخسيس النهاردة موجودة معاكم على البحر. تعالوا نشوف ممكن يومنا يمشي ازاي. دايما بحب في يومي على البحر يبدأ بدري. أول ما صحيت أخدت قهوة سادة، وأول لما وصلت البحر أخدت كمان مشروبي الشفاف، وعلى الساعة 10 كده أخدت بعضي وقمت أعمل البيدو. طبعا مفيش أحلى من البيدو على البحر، حاجة كده آخر روقان. وأكيد مش هننسى شرب المية، دي من الحاجات الأساسية اللي لازم تكون معانا في شنطتنا على البحر. وعلى الساعة 12 كان جه وقت فطوري. طبعا حواليا مغريات قد كده، بس ولو أنا ثابتة على مبدئي. أخدت قرص أومليت بالخضار مع شوية سلطة وكمان كوفي بلبن، بس كده أنا كنت تمام وعالي العال. خرجت واتفسحت وكملت يومي عادي، وعلى الساعة 3 بدأت أحس بجوع. أخدت رايب، دي الحاجة المتاحة معانا لو أي وقت زنقة، وكمان عشان كنت عارفة إن غدايا هيتأخر شوية. وعلى الساعة 6:30 كان الغدا بتاعي جاهز. شفت إيه اللي ينفع معايا وأخدته. خدت سمكية مع شوية سلطة، ما أنا لازم أبعت للليدرز بتوعي علشان ما يزعلوش مني. كملت يومي عادي خالص، وبعت البيدو كمان في وقته. ما هو مش معنى إن أنا مسافرة إني مش هلتزم، ده بقى خلاص أسلوب حياة. بعد ما روحت لقيتني جعانة، جهزت طبق زبادي بالليمون والقرفة شكل حلو عشان ما يحصليش اي اغراءات من اللي حواليا. حبيت اوريكم ممكن يومنا يمشي ازاي واحنا في المصيف. مش معنى ان انا عامله دايت ان خلاص حياتي وقفت، بالعكس ده في كل يوم في تحدي ان انا افضل ثابته على مبدئي.